هذا يقولون أنك واحد من عباد بني إسرائيل، عابد زاهد ورع، من شدة عبادته اتخذ له صومعة خارج البلدة، وكان يسجد طويلا. الشيطان تحير به، جاء من هالجانب، جاب هالمحاولة، جاب ذيك الطريقة، ما تمكن منه. قال أنا عندي هاي آخر محاولة معه، إذا ظل ما ظل ترك. اجى الشيطان على هيئة بشر ومعاه دف، الدف هذا اللي يدقون به. اجى سلم او خلى الدف على الحائط وهوى على الارض ساجد. ذاك العابد اذا يطول سجوده يسجد من الصباح حتى الظهيرة، الشيطان سجد من الصباح الى المغرب على سجدة واحدة. قال لا، لما قاعد استغرب قال هذا وين هذا؟ شو انا اعبد الناس هو انا؟ شنو هذا منين؟ المهم قال له انا اسافر اروح لان عندي شغل بالبلدة الفلانية. قال له نعم. قال له يومين وارجع لك، بس عندي هذا الدف ممكن اخليه امانة عندك؟ قال له ممكن. قال له بس اوصيك ان لا تتقرب عليه ولا تدقه. قال له ما يخالف. خله ومشى الشيطان. نظر هذا العابد للدف، قلبه كل ما يشوفه هو دف مو اكثر من دف. قال هذا الرجل يقول لي انت لا تتقرب عليه ولا تدقه، ليش؟ خلي ادقه واشوف شنو قضيته. لما دق الدف واذا دينار يوقع، وقع دينار. دقه مرة ثانية دينار، ثالثة دينار، الى ان صار كوم مال دنانير حطاها بقونية. قام يدق بدينار، كل دقه بدينار. اجت صلاة المغرب ماكو صلاة، يا صلاة المغرب كل دقه بدينار. اجت صلاة العشاء ماكو، الى ان ترك الصلاة تماما. الشاهد لذلك الله تبارك وتعالى يحذرنا من عنده. والنبي شي يقول؟ ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم في العروق، معناها انه داخل في داخل الانسان، ممكن يجي باي طريقة. والطريق المثلى والطريق الاسهل الاقصر الذي من خلاله ينفذ الشيطان في الانسان هي المرأة بلا شك. فالشاهد هذا الانسان لما يتحرز من الشيطان، يتقي الشيطان، يتجنبه، يستعد بان يبتعد عنه، هذا يعتبر مجاهد في سبيل الله.